في مرحلة كده في البيزنس بنقف عندها كتير، أسعر الخدمة أو المنتج اللي أنا بقدمه بكام، أستخدم أنهي آلية تسعير. الفكرة مش إن أنت بس تستخدم آلية تسعير، الفكرة إن أنت محتاج لما تكون بتقدم منتج أو خدمة جديدة محتاج تكون بتقدمها بيونيكنس مختلف جدا عن اللي شبهها، علشان ما تبقاش زي بقية الناس وما تبقاش مرتبط بسعر معين. لو أنا مثلا جيت نزلت ازازه ميه، ببساطه جدا ازازه الميه دي هتبقى بنفس سعر ازازه الميه التانيه، لكن لو انا رحت نزلت ازازه ميه للرياضيين باملاح اقل مناسبه ليهم اكتر، هنا بس اقدر ان انا اسعر بسعر مختلف، وده براندز كتير عملته. الفكره كلها انت مقدر الخدمه والمنتج ولا لا، عارف تقدره، عارف توصل بيه لنقطه مختلفه، ولا هو شبه بقيه المنتجات وبقيه الخدمات. وده اللي بيخلينا نشوف كلاينتس كتير ونبقى مستغربين جدا هم ازاي بيشتروا الحاجات الغاليه دي، وليه بيجروا يشتروا الحاجات الغاليه دي. لان في اصلا نظريه ان كل لما السعر زاد كل لما ظهر الكلاينت اللي يشتريها، كل لما ظهر الكلاينت اللي عايز يبقى متميز ان هو عنده المنتج والخدمه دي. انت امتى تزود سعرك؟ لما يكون عندك سيلينج بوينت، لما تكون فعلا مقدر المنتج والخدمه حقيقي، لما تكون فعلا مش رد فعل ناحيه الماركت بيحصل فيه ايه، انت رد فعل ناحيه اليونيكنس بوينتس اللي انت قاعد بتضيفها في المنتج والخدمه كل يوم. هو ده اللي يخليك تسعر، هو ده اللي يخليك تشوف الفاكتور المناسب اللي تقدر تضرب فيه وتدي برايسنج مظبوط، وما تقللش من الخدمه والمنتج اللي انت بتقدمهم طول ما انت عندك يونيكنس بوينتس تقدر تختلف بيها وتطلع بيها عن السوق. وما تنساش ان مش دايما طول الوقت البروفيت في ان انا ابيع بالعدد الاكبر، ممكن يكون البروفيت ان انا ابيع بالعدد الاقل. لو انا عندي يونيكنس بوينت مختلفه فبالتالي مش اي حد هيقدر يشتري المنتج والخدمه دي. انت ممكن تغير الاستراتيجي من وقت لوقت، يعني ممكن تكون اصلا بادي بان انت عايز تبيع كتير وعايز تعمل عدد مبيعات في اوائل السنين عشان تبني البراند بتاعك وتخليه ينتشر، وبعد شويه تبدا تغلي وتبدا تعلي السعر، وبعد كده تحط كمان اصلا يونيكنس بوينتس ثانيه فتعلي السعر اكتر علشان تقدر تحافظ على البراند، عشان تقدر تخلي البراند يستمر. لان في بزنس كتير اتاثرت بسبب انها سعرت غلط، في بزنس كتير قفلت بسبب انها سعرت غلط. هو ده اللي بيفرق براند عن براند. اللي يفرق انت قادر توصل للسيلينج بوينت ولا لا، انت مقدر قيمه المنتج والخدمه والبزنس بتاعك ولا لا.